مذاكرة الميد ترم مش هياها مذاكرة الفاينل، فتعالوا نشوف هنذاكر كل مادة ازاي علشان نكون مستعدين كويس للفاينل. واول مادة هنبدأ بيها الاكاونتنج. اول حاجة لازم تعملها في الاكاونتنج انك تكون فاهم وتكون بتحل. الاتنين دول لو موجودين عندك اضمن لك ان انت هتدخل الامتحان وهتحل كويس. فاول حاجه لازم تكون فاهم الدكتور كويس. احنا دلوقتي مش بنتكلم على امتحان ميد ترم، احنا دلوقتي بنتكلم على امتحان فاينل يعني عليه درجه كبيره. وكمان ان لو مش كل الامتحان بيكون اسيه فهو معظمه بيكون اسيه، هو كام سؤال بس بيكون ام سي كيو، لكن معظم الامتحان بيكون اسيه. فلازم تكون مدرب ايدك مره واثنين وثلاثه. في الميد ترم لو كان في اسئله انت بتحلها شفوي، دلوقتي في الفاينل لا، ده أنا لازم ادرب ايدي على السؤال واشوف هو بيتحل ازاي. فلازم بعد كده بعد الميد ترم تبدا ان انت تركز في المحاضرات بتاعه الدكاتره، تسال الدكاتره اذا كان اللي قبل الميد ترم هيدخل معاك في الفاينل علشان تجهزه كمان، ولا اللي بعد الميد ترم بس هو اللي هيدخل في الفاينل، لان مش كل الدكاتره بتكون متفقين، الدكاتره بتكون مختلفه من سنه للتانيه. ولو في اي جزء انت مش فاهمه من الدكتور او فاهمه من او مش فاهمه من قبل الميد ترم، ادخل على قناه رقيه، هسيب لك اللينك بتاعها في اول كومنت، ادخل عليها بتاعه الاستاذ مصطفى سمير. لو في اي حاجه انت مش فاهمها سواء كانت في الفاينانشال اكاونتنج او في الانترميديت اكاونتنج، اي حاجه انت مش فاهمها ادخل اكتب بعنوان الحاجه اللي انت مش فاهمها او باسم الشابتر اللي انت مش فاهمه، وهيبدا ان هو يطلع لك على القناه دي كل الحاجات اللي انت عايز تفهمها. شوف الجزء اللي انت محتاج تفهمه وابحث عنه وافهمه وبتدرب، وشوف الاسئله اللي هو بيحلها عليه ودرب ايدك عليه مره واثنين وثلاثه. وكمان بعد كده انت خلاص فهمته، لو مثلا فهمت من الدكتور ابدا طبق على الاسئله على طول. ما فهمتش من الدكتور ادخل على القناه دي وابدا ان انت افهم منها الجزء اللي انت مش فاهمه. وبعدين ابدا خد الاسئله اللي الدكتور بيحلها في المحاضره، سواء انت كنت حاضر في المحاضره او مش حاضر، شوف الاسئله اللي كان بينزلها في الماتيريال وابدا ان انت حلها. وكمان ما تنساش ان انت تراجع جزء من اللي قبل الميد ترم معاك، علشان طبعا لو كان الجزء اللي قبل الميد ترم داخل معاك في الفاينل ما تجيش ساعه الفاينل وتلاقي نفسك ان انت في جزء برضه قبل الميد ترم انت مش لمه. فحاول ان انت في الوقت دلوقتي انت لسه في وقت براح قدامك، ابدا لم اللي قبل الميد ترم مع اللي بعد الميد ترم. وخلال الفتره دي احنا لسه ما دخلناش على الامتحانات، خلال الفتره دي ابدا حل الاسئله بتاعه الدكاتره بس اللي هم بيحلوها في المحاضره، ولو انت بتسمع فيديو من على النت حل برضو الاسئله اللي بينزلها. دي مجرد ان هي بتدرب ايدك بس على المعلومه. وطبعا لازم يكون معاك كشكول للماده، لازم يكون معاك الكشكول تكتب فيه الاسئله وبعدين الاجوبه بتاعتها. الطريقه دي هتريحك جدا ساعه الامتحان، لان ساعه الامتحان مش هتضطر ان انت تشوف مذكرات او ماتيريال تاني تحل منها، لا انت هتفتح الكشكول بتاعك وهتبدا ان انت تشوف الاسئله اللي انت كتبتها بالاجوبه بتاعتها وتحلها تاني بس وخلاص. فده هيتسهل عليك جدا جدا ايام الامتحانات. فاعتمد في الاكونتنج بالذات ان انت تفهمها كويس وبعدين ابدا ان انت حل. ودرب ايدك انك ازاي تعمل بالانس شيت او الجنرال ليدجر او الحاجات دي كلها الجداول، علشان ده بيكون عليها في الامتحان. وكمان ما تنساش ان انت تركز جدا في الاشارات سواء كانت بالماينس او بالبوزيتيف، لو انت عندك الاشاره موجبه او الاشاره سالبه تركز فيها جدا، لان اشاره واحده هي اللي ممكن تبوظ لك السؤال كله. وصدقني اسئله الدكاتره ما فيش اهم منها، وخصوصا لو انت شفت مين الدكتور اللي اسئلته بتيجي فيها في الامتحان. اسال لو انت مثلا في سنه اولى او حاجه، شوف بتوع سنه ثانيه اسالهم مين مثلا في الدكاتره اللي الاسئله بتاعته اللي بيقولها في المحاضره بتيجي في الامتحان، وابدا ان انت ركز معاه. حتى لو انت ما بتعرفش تحضر المحاضره مثلا عشان مواعيد المحاضرات ملخبطه مع بعض، شوف الماتيريال بتاعته هما بينزلوها على جروب كده كل الماتيريال بتاع الدكاتره كلها، شوف الماتيريال وحلها منه. ولو انت سؤال مش فاهمه شوف طريقه الحل بتاعته هو بيحلها ازاي وامشي على نفس الستبس بتاعتها وضرب ايدك عليها مره واتنين، هتلاقي نفسك السؤال عرفت تحله. ودي كانت اول ماده عندنا من تظبيط المواد عشان امتحان الفاينل. ولو في اي ماده حابين ان احنا نتكلم عنها ونظبطها عشان الفاينل اكتبوا لي في الكومنتس. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وفولو وشير عشان غيركم يستفيد، واستنوا الفيديو الجاي وطمنوني عملتوا ايه في امتحان الميد ترم.